بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعين صفحة عصام المعلاوي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت القصة والحكاية والرواية والحلويات والقطايف واللطايف بفوز النادي الأهلي على فريق نادي الزمالك ب4 أهداف مقابل هدف واحد في لقاء القمة 126، وحصول النادي الأهلي على درع الدوري الممتاز وبطولة الدوري الممتاز لدى النادي الأهلي وجماهير نادي الأهلي، البطولة رقم 43 في دولاب بطولات النادي الأهلي. طبعا قبل ما ابدا الفيديو وقبل ما ابدا الكلام على مباراه القمه رقم 126، طبعا بقول البقاء لله في والد مروان عطيه اللي غادر المعسكر النهارده قبل المباراه، وفي تشييع جنازه والده، وبنقول له البقاء لله وربنا يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان. طبعا هنبدا الفيديو وهنبدا اللقاء رقم القمه 126 اللي كانت في تمام الساعه 8:30 بتوقيت القاهره على استاد القاهرة، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي على فريق نادي الزمالك ب4 أهداف مقابل وهدف واحد. طبعا جه المباراه واللي كان بيديرها تحكيميا الحكم الدولي محمود البنا، واحرز الهدف الاول في الدقيقه الثانيه من احداث الشوط الاول اللاعب حسين الشحات، ثم الهدف الثاني من تصويبه من خارج منطقه الجزاء للاعب حسين الشحات، ثم الهدف الثالث في نهايه الشوط الاول للاعب علي معلول، تصويبه برضه من خارج منطقه الجزاء على شمال الحارس تعمل بند وتخبط الكره في الارض وتدخل الهدف ثالث للنادي الاهلي. ثم في بدايه الشوط الثاني هدف للاعب احمد السيد زيزو عن ركله جزاء عرقله لاليو ديانج للاعب احمد السيد زيزو ليحرز منها الهدف الاول لنادي الزمالك. وفي نهايه الشوط الثاني ونهايه اللقاء استطاع محمد شريف بعرضيه من اللاعب اليو ديانج من داخل منطقه الجزاء ان هو يحرز منها الهدف الرابع، بتنتهي المباراه ب4 أهداف مقابل هدف واحد. مباراه قمه ممتعه، مباراه قمه ممتازه، مباراه قمه فيها كوره، تفوق النادي الاهلي في احداث الشوط الاول وتفوق نادي الزمالك في بدايه الشوط الثاني، وكان في تراخي من بعد لعيبه النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي النهارده عمل مباراه كبيره في احداث الشوط الثاني، ثم بدايه الشوط الثاني لفريق نادي الزمالك بعد ركله الجزاء واستحوذ على اللقاء، لكن في نهايه اللقاء احرز محمد شريف الهدف الرابع للنادي الاهلي، تنتهي المباراه ب4 أهداف مقابل هدف واحد. ومحمد شريف يعادل رقم النجم الكبير محمد ابو تريكه في لقاءات القمه ب7 أهداف. طبعا عايز اقول لكم ان 15 ثلاثيه للنادي الاهلي، 15 ثلاثيه للنادي الاهلي تحت قياده المدير الفني مارسيل كولر. طبعا بحيي المدير الفني السويسري مارسيل كولر اللي بصراحه عمل شكل كبير للنادي الاهلي وعاد اللعب الجماعي والكره الجماعيه للنادي الاهلي، وخامس بطوله لمارسيل كولر في 10 أعوام. مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي النهارده وتفوقوا على فريق نادي الزمالك في لقاء القمه 126. طبعا كانت مباراه القمه في الشوط الاول في الدور الاول كانت انتهت ب3 أهداف مقابل لا شيء، ثم البطوله في الدور الثاني تفوق وحصول النادي الاهلي على بطوله الدوري الممتاز رقم 43 بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز 2-1. والنهارده ياكد النادي الاهلي تفوقه على نادي الزمالك ليصل للنقطه 78 ويفوز ببطوله الدوري الممتاز. طبعا بحيي لعيبه نادي الزمالك وبقول لهم هارد لك للاعيبه نادي الزمالك. وطبعا نادي الزمالك بيلعب على قد اللعيبه الموجوده في الفريق. بحيي النجم الكبير احمد السيد زيزو، واحد من اللعيبه المهمه في مصر وفي منتخب مصر وفي نادي الزمالك، لعيب كبير جدا جدا، لابد من تدعيم وصفقات لنادي الزمالك في الفريق الاول بنادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي كلنا شفنا اللي بيفوز برجل المباراه اللاعب حسين الشحات اللي فارق كبير جدا مع النادي الاهلي، اللي واحد من نجوم الدوري هذا الموسم وواحد من نجوم فريق النادي الاهلي بل في الدوري المصري هذا العام، اللاعب حسين الشحات النينجا اللي بصراحه عمل مباراه كبيره جدا جدا النهارده واحرز هدفين النهارده في احداث اللقاء النهارده. مليون مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لجماهير نادي الزمالك. اتكلمنا على مجمل اللقاء. طبعا احنا قلنا لو
لو في هدف احرز نادي فريق من الاثنين سواء الاهلي او الزمالك هدف في الاول، هيكون في اهداف في مباراه القمه اللي كل جماهير كانت بتنتظرها النهارده، وخمس اهداف مميزين جدا جدا في لقاء القمه النهارده، ومباراه كبيره جدا جدا. طبعا المباراه دي كان ينقصها ان يكون الاستاد مليان على اخره النهارده في لقاء القمه، في مباراه ممتعه جدا جدا، في خمس اهداف جمال جدا جدا، وخمس اهداف احسن من بعض، 4 اهداف للنادي الاهلي وهدف وحيد لنادي الزمالك. طبعا بقول هارد لك لنادي الزمالك ومليون مبروك لجماهير النادي الاهلي. وطبعا هي دي الروح اللي احنا عايزينها من لعيبه الفرقتين، ان المباراه تخرج بشكل يليق بتاريخ الكره المصريه. ومليون مبروك للنادي الاهلي وجماهير نادي الاهلي، وهارد لك لجماهير نادي الزمالك. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. عصام المعلاوي صفحة، ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة للصفحة لصفحة عصام المعلاوي. شكرا، واشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.